تعرف إن عندك مخين؟ معاكم كوتش علا سعيد، معالج بالتنويم الإيحائي والانتباه الشعوري. وللجلسات الخاصة يرجى التواصل على الخاص. عندك مخين، زي ما عندك مخ في دماغك عندك مخ تاني في معدتك. الشبكة العصبية الدقيقة جدا اللي موجودة في المعدة ما بتشتغلش عشوائي. اوعى تكون فاكر لما انت تقول انا نفسي اكل كذا ان ده هبل ولا ده وحم. لا، ده احتياجك النفسي الشعوري اللي وصله الخلية العصبية اللي جوه معدتك، هو اللي طلب الشيء ده تحديدا. مشاعرك دقيقة جدا، والخلايا العصبية اللي جوه المعدة بتعرف تقرأ ده كويس قوي. فانت ما بتطلبش أكل عشوائي. لما أكلك بيزيد في الشتاء ما بيبقاش عشوائي. لما تطلب بطاطس محمرة مش عشوائي. لما تعوز تقوم تعمل كيك غرقان شوكولاتة مش عشوائي. لما تدخل بدماغك في صينية البشاميل أو في حلة المحشي مش عشوائي. كل حاجة من دي ليها مشاعر وليها احتياج نفسي عند حضرتك متألم نفسيا، جعان نفسيا قبل ما معدتك تجوع. عندك احتياجات للدفى، للأمان، للتجمعات. وأحيانا أكلة الفسيخ بيكون احتياج إني أفضل أقاوم وأعاند وأفضل واقف مكاني. أكل الأملاح زي الرنجة والفسيخ والسردين. فأوعى تكون مفكر إن أنت بتطلب أي حاجة في أي وقت، ولا التلاجة اللي بتروح تقعد فيها بعد 12 بالليل دي مجرد زيادة وزن عادية. حتى زيادة وزنك مش مجرد زيادة وزن. زيادة وزنك هي تحديات مشاعرية داخلية كتير، ألم نفسي عالي جدا. كل حاجة بتطلبها، كل حاجة بتاكلها، قصادها في احتياج نفسي. لما هتأمن الاحتياج النفسي ده وتفهمه هتبقى شبعان، مكتفي، مطمن. احتياجك للأكل أصلا في الإجمال عدم أمان. انت مش مطمن أساسا. دي أول مرحلة في حياتك كبني آدم على الأرض، إن يكون متوفر لك الأكل، إنك ما تطلبهوش. فكونك بتطلبه وبتجوع ده معناه إن أنت مش في حال أمان. يعني دي مش حاجة عادية، مش إحنا بني آدمين عاديين بنجوع؟ لأ، مش حاجة عادية، ومش بنجوع بالشكل المرضي ده. أنا جعان، أنا عايز آكل. وفي ناس بتوصل بيهم الحاجة للرعشة مع الجوع، لإحساس بالسقعة، بالبرد. مش مرتبط بالفصول، مرتبط بمشاعرهم أكتر. شبع نفسك حب، طبطب عليها واحضنها. كفاية تفتكر إن كل حاجة هتجيبها من بره، مفيش حاجة هتجيلك من بره. حضنك لنفسك أهم، محبتك لنفسك أهم، حنيتك على نفسك أهم. لوحدك أو مع الناس أنت كويس، مش الناس اللي هتخلي لك وجود. لو ما بقاش لنفسك وجود جوه نفسك مش هيكون لك كيان مع أي حد. لو ما حبتش نفسك ما تستناش حب من بره.
لو ما حنتش على نفسك ما تستناش ان حد يحن عليك. لو نفسك مش رقم واحد جواك مش هتكون رقم واحد عند اي حد ولا على كوكب الارض. حبها لانها تستحق، حبها لانها انت، محدش هيقدر يكون انت غيرك انت. اشوفكم بصحة وخير.